السلام عليكم طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة أول درس في مادة الدراسات الاجتماعية، موقع مصر الفلكي. طيب هو يعني إيه موقع مصر الفلكي؟ تعال نفتكر مع بعض وإحنا في سنة رابعة ابتدائي. إحنا خدنا إن في عندنا في مصر البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. كل ديت أماكن إحنا أخدناها في موقع مصر. بس موقع مصر اللي احنا اخدناه السنة اللي فاتت كان اسمه موقع مصر الجغرافي. يعني انا بتكلم عن مسطحات مائية وبتكلم عن مناطق يابسة، لان الموقع الجغرافي ده موقع بالنسبة لليابس والماء، وده اللي احنا اخدناه السنة اللي فاتت في سنة رابعة. طب احنا السنة دي بناخد حاجة اسمها موقع مصر الفلكي. موقع مصر الفلكي، اول ما تسمع كلمة فلكي اعرف ان احنا هنتكلم عن حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ حاجة اسمها خطوط الطول وحاجة اسمها دوائر العرض. تاني، اول ما تسمع عن الموقع الفلكي اعرف ان احنا هنتكلم عن حاجتين. ايه هما؟ خطوط الطول ودوائر العرض. فالموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ايه خطوط الطول ودوائر العرض دي؟ تعالى كده بص على الخريطة اللي تحت. الخريطة اللي قدامك دي خريطة العالم. لو بصيت عليها هتلاقي هنا ان في خطوط جاية بالطول اهيت من فوق لتحت، وفي هنا خطوط جاية بالعرض او دوائر جاية بالعرض. بص عليها كده، ده كده جاي بالطول وده كده جاي بالعرض. هي دي خطوط الطول ودوائر العرض. طيب لو جينا لاحظنا لما نيجي نعمل خط كده بالطول وخط كده وبعد كده نبدأ نعمل كده وكده وكده، اداني شكل ايه في الاخر؟ عمال يديني على شكل مربعات. نفس القصة هنا، بص ده مربع هنا مربع هنا مربع هنا مربع، عملت لي في الاخر شكل مربعات. المربعات دي في الاخر، المربعات الكتيرة دي بتشبه، بنقول عليها الشبكة، شبكة الصياد. فاحنا لما بنجمع ما بين خطوط الطول ودوائر العرض بتدينا في الاخر شكل شبكة بنقول عليها شبكة الاحداثيات. تاني، شبكة الإحداثيات عبارة عن حاجة اسمها خطوط الطول وحاجة اسمها دوائر العرض. فأول ما أشوف الشبكة دي قدامي، أول ما أشوف خطوط الطول ودوائر العرض متجمعين مع بعض، أعرف إن دي حاجة اسمها شبكة الإحداثيات. يبقى أنا لما أجي هنا أقول لك ما المقصود بشبكة الإحداثيات؟ طب أنا يا مستر نسيت سؤال ما المقصود ده أصلا بقوله إزاي ولا بجاوب عليه إزاي؟ سؤال ما المقصود إحنا اتفقنا قبل كده إن أنا بسأل السؤال بقول له أنت مين؟ فهنا انا هقول لشبكة الاحداثيات انت مين يا شبكة الاحداثيات؟ فهتقول انا خطوط الطول ودوائر العرض. عرفت نفسها اهو. فما اقول لها انت مين فهتقول لا، هتعرف بنفسها فهتقول لي انا خطوط الطول ودوائر العرض. فده تعريف شبكة الاحداثيات. خلاص كده؟ طيب هل انت يا شبكة الاحداثيات عمالين تقولوا لي خطوط طول ودوائر العرض وعاملين دوائر، طب انت احنا بنرسمك ليه؟ انت مهمة في ايه؟ فهنا لما اجي اقول لك بما تفسر اهميه شبكه الاحداثيات، تعال نفتكر كده سؤال بما تفسر كنا بنقوله ايه. هنشيل كلمه بما تفسر دي ونسال نفسنا اشمعنى او ليه. هو ليه شبكه الاحداثيات دي مهمه؟ هو اشمعنى شبكه الاحداثيات دي مهمه؟ شبكه الاحداثيات ديت بتعرفني على الاماكن. لما انت بتيجي تسافر اول حاجه بتستخدمها عندك على التليفون بتاعك هو الجي بي اس، جلوبال بوزيشننج سيستم، نظام تحديد المواقع العالمي. خلاص، وده بيكون بمساعده خطوط الطول ودوائر العرض اللي هي شبكه الاحداثيات. فشبكه الاحداثيات ديت لما اجي اقول لك ولا اسالك اقول لك ابعت لي كده الاحداثيات بتاعتك، يعني اكن بالظبط بقول لي ابعت لي اللوكيشن بتاعك، ابعت لي الموقع بتاعك. فهنا شبكة الاحداثيات بتساعدني اني اقدر احدد المواقع في اي مكان، بتساعدني ان انا لما اسافر في اي مكان ابقى عارف انا رايح فين، بتساعدني ان انا اكتشف اي مكان حواليا. افتح جي بي اس عندك كده وافتح الجي بي اس، هات البيت والمكان اللي انت عايش فيه واكتشف، هتلاقي المحل اللي موجود في شارعك وهتلاقي المدرسة اللي موجودة في الحي بتاعك، هتلاقي المستشفى اللي موجودة في اخر الشارع عندك. هتعرف ان انت تكتشف الاماكن. والحاجة التانية من خلالها انا بقدر ان انا احدد البلد اللي انا عايش فيها مكانها فين بالنسبة للعالم. انا عايش هنا في مصر، فهنا انا هقدر احدد موقع مصر موجود فين بالنسبة للعالم. طب السؤال بقى نقوله تاني او نقول اجابته. لما اجي اقول لك بما تفسر اهميه شبكه الاحداثيات، انت ليه مهمه يا شبكه الاحداثيات؟ اشمعنى انت مهمه؟ هتقول لك انا مهمه عشان انا بيتم استخدامي في السفر واكتشاف الاماكن وتحديد موقع مصر على خريطه العالم.
خلاص نقوله تاني: تساعدنا في السفر واكتشاف الأماكن وتحديد موقع مصر على خريطة العالم. ده كده شبكة الإحداثيات اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض. يبقى احنا كده عرفنا إن شبكة الإحداثيات ديت بتتكون من حاجتين اتنين. إيه هما الحاجتين اللي اتكونت منهم شبكة الإحداثيات؟ خطوط الطول ودوائر العرض. طب في السؤال هيجيلي إزاي؟ هاجي يقول لي تتكون شبكة الإحداثيات من نقط ونقط. اقول له تتكون من خطوط الطول ودوائر العرض. اقول لك صح ولا غلط؟ تتكون او تنقسم شبكة الاحداثيات الى نوعان. ليها نوعين شبكة الاحداثيات؟ طبعا ليها نوعين. الاجابة صح، خطوط طول ودوائر عرض. تمام كده. طيب تعالى بقى نتكلم عنهم، خطوط الطول لوحدها ودوائر العرض لوحدها. طيب لو جينا نبص هنا كده عن خطوط الطول، لو جينا نبص عن خط الطول هنا، نرجع تاني الصفحة دي كده. بص، خط الطول جاي من فوق لتحت، صح كده؟ طب من فوق لتحت ده الشكل ده كده، ده كده رأسي ولا أفقي؟ ده كده رأسي. خلاص. طيب الشكل اللي فوق قدامك ده هو واصل من فوق من حاجة اسمها القطب الشمالي للقطب الجنوبي، أو من الكرة الأرضية من فوق لتحت، لكن ملفش لفة كاملة حوالين الكرة الأرضية. بص هنا كده على الرسمة دي، خطوط الطول رسمة كده جاية من فوق، من القطب الشمالي من فوق للقطب الجنوبي تحت، لف نص لفة أو عمل نص دايرة. فأنا لما أجي أعرف خطوط الطول أقول إنها أنصاف دوائر رأسية. أنصاف دوائر رأسية أهي، نص دايرة أهي، ما كملتش دايرة كاملة لأنها ما لفتش حوالين الأرض بشكل كامل، دايرة كاملة. خلاص. وفي نفس الوقت هي شكلها رأسي لأنها من فوق لتحت. الحاجة التانية انها، انا قلت من شوية انها بتصل ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يبقى التعريف بتاعها تاني خطوط الطول. ما المقصود بخطوط الطول؟ هقول لي السؤال ايه؟ انت مين يا خطوط الطول؟ عرفيني بنفسك يا خطوط الطول. هتقول لي انا انصاف دوائر رأسية اصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، او ما بين القطبين الشمالي والجنوبي. خلاص كده. طيب انا شايف يا مستر في الرسمه دي كده في خطوط كتيره قوي جايه من فوق لتحت. عددهم قد ايه الخطوط دي؟ انا عندي 360 خط طول. خطوط الطول دي 360 خط. طيب الخط الاولاني فين؟ الخط اللي انا ببدأ منه اسمه ايه وفين؟ اول خط عندي او الخط الطول الرئيسي انا بسميه خط جرينتش. اسمه خط جرينتش، ده خط الطول الرئيسي. العلماء لما جم يقسموا الكرة الأرضية ويعملوا على الخرائط خطوط الطول قالك احنا لازم نعمل خط رئيسي نبدأ من عنده، زي اللي بيجري كده، زي سباق الجري، كلنا بنبقى واقفين صف واحد. خلاص. أول ما الناس ما بتستعد وتبدأ تجري، خلاص، بيبدأ انك تعد بقى 1 2 3 4 عدد الخطوات بتاعتك، لكن المكان اللي انت واقف فيه في وضع الاستعداد صفر. اول خطوة بتبدأ فيها 1 2 3 وهكذا. فبالتالي خط الطول الرئيسي هو خط جرينتش اللي الدرجة بتاعته صفر. من بعد الصفر ابدأ يلا عد بقى خطوط الطول 1 2 3 لغاية ما توصل 360 خط طول. طب يا مستر ال 360 خط طول دول بيبدأوا من ناحية الشرق كده، بنلف حوالين الكرة قدام من ناحية الشرق، ولا من ناحية الغرب؟ من انهي اتجاه؟ ال 360 خط طول دول متقسمين ل 180 في الاتجاه الشرقي و180 في الاتجاه الغربي. يعني خط الطول الرئيسي اللي هو جرينتش ده، خلاص، انا ببدأ من عنده في الاتجاه الشرقي، ابدأ اقول 0 1 2 3 4 لغاية ما اوصل 180. وفي الاتجاه الغربي في الاتجاه ده كده برضو نفس الكلام، ابدأ اعد 0 1 2 3 4 لغاية ما اوصل 180. في الاخر هما الاتنين مجموعهم بيديني قد ايه؟ بيديني 360 خط طول. خلاص كده. يعني يا مستر عايز تقول لي ان خط جرينتش ممكن اعد من عنده في الاتجاه الشرقي وبرضه ممكن اعد من عنده في الاتجاه الغربي؟ اللي اعده من هنا هو اللي اعده من هنا، لان النقطة عندي البداية عندي هي صفر اللي هو خط جرينتش. خلاص كده. طيب خطوط الطول دي مهمة في ايه؟ بتساعدني في ايه؟ هي اتعملت ليه اصلا؟ خطوط الطول دي لو جيت لاحظت كده، ادي الدايرة اللي قدامي دي كده اللي انت شايفها دي، جه خط الطول الرئيسي اهوت راح قاسمها. القسمة اللي انا عملتها دي او البطيخة اللي انا رسمتها دي اتقسمت لايه؟ لفوق وتحت ولا اليمين وشمال؟
اتقسمت ليمين وشمال. طب احنا فاكرين من سنه رابعه ابتدائي ان عند الاتجاه الشرقي يمين ويسار، صح كده؟ الاتجاه الشرقي يمين والاتجاه الغربي اليسار، ورأسي في الشمال والقدم في الجنوب. فهي هنا قسمتها لي واحده ناحيه ايدي اليمين اهي، واحده ناحيه ايدي اليسار، فبالتالي قسمتها لي لشرق وغرب. خلاص كده؟ يبقى انا بستخدم خط الطول اول حاجه في تحديد المواقع شرقا وغربا. طيب في حاجه تانية بتفيدني بيها؟ طبعا بتفيدني في حاجه اسمها معرفه فروق التوقيت. ايه معرفه فروق التوقيت دي؟ لاحظ كده يوم الجمعه وانت نازل تصلي، وماما فاتحه قناه خطبه الجمعه، القناه اللي هي السعوديه، هتلاقي الناس في السعوديه خلصت صلاه او بيصلوا الجمعه وانت لسه نازل انت وباباك بتتوضى ونازل عشان تروح الجامع. طب هل انت نازل متاخر ولا الناس ديت هي اللي مصليه بدري عنك في وقت غير وقتك؟ لا، هي الناس دي الظهر صلى عندهم او الظهر اذن عندهم قبلك انت، هم سابقينك في الوقت. خلاص كده؟ يعني او قصه الوقت ديت هنتكلم فيها قدام لما نخلص بس النقطه دي الاول. خلاص، بس نعرف ان خطوط الطول بتفرق في التوقيت ما بين كل دوله والتانيه، ما بين كل مكان والتاني. فنرجع تاني لما اجي اقول لك بما تفسر اهميه خطوط الطول، تقول انها بتساعد في تحديد المواقع شرق وغرب الكره الارضيه ومعرفه فروق التوقيت. خلاص كده؟ طيب لو جينا بصينا مثلا على الخريطة، مصر هي النقطة الملونة دي، الحتة الملونة دي. خلاص كده؟ خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش هو الخط ده اللي انا مشيت عليه قدامي ده. خلاص كده؟ طب انا لو جيت حسبتها في الاتجاه، مصر هنا شرق خط جرينتش اللي انا رسمته ده ولا غربه؟ الاتجاه ده الناحية دي الشرق ولا الغرب؟ اللي ناحية ايدي اليمين اللي انا باكل وبشرب بيها وبكتب بيها ده ناحية الشرق ولا ناحية الغرب؟ ناحية الشرق. يبقى هنا انا استنتج ان مصر بتقع شرق الكرة الارضية او شرق خط جرينتش. خلاص كده؟ يبقى كده من خطوط الطول استنتجت ان مصر البلد اللي انا عايش فيها بتقع شرق الكرة الارضية. خلاص كده؟ طيب تعال نروح ناحية تانية. بيقول لي هنا ان الكرة الارضية بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق. يعني لما اجي انام واصحى تاني يوم النهار والليل بتوع اليوم يخلصوا، اعرف ان الارض كده لفت لفة كاملة حوالين نفسها قدام الشمس. وافتكر هنا لفة كاملة حوالين نفسها مش حوالين الشمس، لان حوالين الشمس دي السنة اللي هم 365 يوم وربع، لكن حوالين نفسها دي ال 24 ساعة اللي هي ال 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل. خلاص كده؟ طيب لما اجي اقول لي ما النتائج المترتبة على دوران الارض حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق، طب ما النتائج المترتبة هنا اجاوب عليه ازاي؟ اقول ايه اللي حصل؟ ايه نتيجة ده؟ ايه نتيجة ان الارض لفت حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق؟ اقوله ده ادى الى شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. طب ده معناه ايه يا مستر؟ طب انت اول مكان الشمس بتطلع منه الصبح في الغرب ولا في الشرق ولا في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشرق. عشان كده بنقول ان الشمس مالها بتشرق. يعني ايه بتشرق؟ يعني طالعة من الاتجاه الشرقي. خلاص كده؟ فبالتالي ان الشمس اول ما هتطلع طبيعي هتطلع على المناطق الشرقية وبعد كده تروح على المناطق الغربية. خلاص؟ فدي معنى ان الارض لفت حوالين نفسها، معنى كده ان الارض لفت من الغرب للشرق، فبالتالي عدت على المناطق اللي موجودة في الشرق وبعد كده راحت على المناطق اللي موجودة في الغرب. افتكر الحتة ديت عشان هنعوزها قدام. طالما المناطق اللي موجودة في الشرق الشمس دخلت عندها الأول، معنى كده ان النهار طلع عندهم هم الأول، معنى كده ان الناس ديت هي اللي صلت الفجر الأول، معنى كده ان الناس ديت هي اللي صامت رمضان الأول، معنى كده ان الناس ديت هم اللي صلوا العيد الأول. يعني تفتكر مثلا احنا وليكن تعالى هنا في الخريطة، خلاص الاتجاه الشرقي عندنا هنا اهو، وليكن دي مثلا الصين. خلاص كده؟ اللي انا علمت عليها دي الصين، وهنا مصر اهو. الصين هنا في الشرق،
شرق الكره الارضيه. احنا طبعا في الشرق وهم في الشرق، لكن هم في الشرق بس قبلنا. يعني معنى كده ان الشمس بتطلع عندهم هم الاول، فبالتالي الناس اللي في الصين هم اللي بيصلوا الاول وبيصوموا الاول ويصلوا العيد الاول وخلاف، وبعد كده الشمس تيجي عندنا احنا الاول. يعني بعد كده الشمس بتيجي عندنا احنا، فنبدا احنا نصلي بعدهم ونصوم بعدهم ونحتفل بالعيد بعدهم وخلافه. لان احنا النهار لسه ما طلعش عندنا، هم النهار طلع عندهم واليوم خلص، وبتبدا الشمس تيجي عندنا احنا، تشرق عندنا احنا، فالنهار يطلع عندنا احنا. خلاص كده. فبالتالي بنلاقي ان التوقيت هنا في دولة الصين بيسبق التوقيت هنا في دولة مصر. ليه؟ لأن الشمس هنا بتشرق على المناطق الشرقية الأول، فالنهار بيطلع الأول. افتكر القصة بقى كلها، النهار بيطلع الأول وبنصلي الأول وخلاف، وبعد كده على فكرة احنا لسه نايمين، الشمس طلعت هنا الأول. خلاص كده، يعني النهار طلع هنا، مصر هنا لسه نايمة، فهتبدأ الشمس إنها تمشي لغايه ما توصل مصر، النهار يطلع فيها. فاللي الصين عملوه وخلصوا منه احنا لسه هنبدا فيه، لان الشمس لسه جايه عندنا، فالنهار لسه هيبدا يطلع عندنا. خلاص كده. طيب في حاجه تانية بقى بالنسبه لخطوط الطول. عندي خط الطول ده وخط الطول ده، المسافه ما بينهم قد ايه يا مستر؟ لا انا ما بحسبش مسافه في خطوط الطول، انا بحسب وقت. الوقت ما بين خط الطول ده وخط الطول ده 4 دقايق. طب انا استفدت ايه؟ لا استفدت كتير. تعالى كده، لو جيت انا مثلا، انا عندي دولة عند خط الطول ده ودولة عند خط الطول ده. خلاص كده. طيب دولة، يعني هنا في عندي كام خط طول؟ ادي خط 2 3. طب وانا قلت خط ما بين كل خط الطول والتاني كام دقيقة؟ 4 دقايق. طب اضرب كده 3 خطوط في 4 دقايق ب 12 دقيقة، يبقى الفرق ما بين الدولتين دول 12 دقيقة. يبقى انا كده عرفت ان خطوط الطول بتفيدني بانها عرفتني الفرق الوقت ما بين الدولة دي والدولة دي. خلاص كده. خط الطول ما بين كل خط طول والتاني 4 دقايق. طب جه قال لي في مسألة مثلا ان الدولة الفلانية على خط طول رقم 5 والدولة الفلانية على خط طول رقم 15، انا عايز اعرف كام خط. يقول لك في الاخر، يقول لك احسب لي فرق التوقيت ما بين الدولتين دول قد ايه. دولة فيها على خط طول 5 ودولة على خط طول 15، احسب لي فرق التوقيت ما بين الدولتين قد ايه. هعرف ازاي؟ يبقى انا لازم اعرف كام خط طول الاول. طب في كام خط طول الاول ما بين ال5 وال15؟ 10. طب انا عرفت ان في عندي 10 خط طول. طب اعمل ايه عشان اجيب التوقيت؟ طيب ما انا قلت ان ما بين كل خط والتاني 4، يبقى اضرب 4 في كام؟ في 10 هتديني 40. يبقى الفرق الزمني ما بين الدولتين دول 40 دقيقة. خلاص كده. احنا اتكلمنا باستفاضة شوية عن خطوط الطول عشان بس اول مرة انتوا تعرفوا حاجة زي كده او تتكلموا عنها. خلاص. طيب هنا في سؤال تحت بيقول لي بما تفسر المدن الواقعة شرق، السؤال قدامنا اهوت، المدن الواقعة شرق خط جرينتش بتسبق في التوقيت المدن الواقعة غرب خط جرينتش. خلاص كده. طيب ليه؟ القصة اللي احنا لسه قايلينها من شوية، اقول له بسبب شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. خلاص كده. وزي ما قلنا القصة من شوية، بتيجي الشمس الأول في المناطق اللي في الشرق، وبعد كده بتيجي عندنا هما بيعملوا ايه، وبعد كده احنا بنعمل ايه. خلاص افتكر القصة ديت عشان تفهم قصة خطوط الطول ودوائر العرض دي. تعال نشوف كده انت فهمت ولا ما فهمتش. طيب بيقول لي هنا صح ولا غلط خط الطول الرئيسي هو خط جرينتش ودرجته 0؟ طبعا احنا لسه قايلين من شويه. طيب بيقول لي تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في الاتجاه، يعني ايه هما الاتنين في اتجاه واحد؟ لا يا مستر، انت قايل لي من شويه ان خط الطول جاي بالطول كده ودايره العرض جايه كده، زي ما احنا شفنا في الرسمه دي من شويه. الرسمه هي ادي خط الطول جاي كده ودائره العرض جايه كده، يعني هما الاتنين عاملين على شكل زائد. هما الاتنين عاملين على شكل زائد، فهما الشكل ده كده الاتنين شبه بعض؟ لا، ده في اتجاه وده في اتجاه تاني خالص. خلاص كده. طيب يبقى هما الاتنين مش زي بعض. طيب بيقول هنا تقع مصر في النصف الشرقي للكرة الأرضية. ارجع للخريطة، فاكر لما كنت بسألك بقول لك ادي خط جرينتش قدامك اهو، ومصر موجودة هنا اهي. طب الاتجاه ده موجود فين بالنسبة لخط جرينتش، شرق ولا غرب؟ في الشرق، يبقى انا عرفت انها في الشرق. خلاص كده، يبقى الإجابة بتاعتي صح. طيب نيجي بعد كده
ما المقصود؟ بيقول لي ما المقصود بشبكة الإحداثيات؟ احنا قلنا شبكة الإحداثيات ايه هي؟ خطوط الطول ودوائر العرض. طيب بيقول لي بعد كده بما تفسر أهمية شبكة الإحداثيات. هي شبكة الإحداثيات دي مهمة في ايه؟ احنا قلناها من شوية، أو اللي تساعد في السفر واكتشاف الأماكن وتحديد موقع مصر على خريطة العالم. طيب بيجي بعد كده يقول لي بما تفسر أهمية خطوط الطول. هي خطوط الطول مهمة في إيه؟ لا، خطوط الطول مهمة جدا، احنا لسه قايلين إنها بتحدد المواقع شرق وغرب سطح الأرض أو الكرة الأرضية. الحاجة التانية بتعرفني على فروق التوقيت، معرفة فروق التوقيت. خلاص. طيب بيقول لي هنا ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق. إيه اللي حصل لما الأرض لفت حوالين نفسها لفة كاملة من الغرب للشرق؟ أقوله ده أدى إلى شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. الشمس لما لفت راحت الأول على المناطق اللي في الشرق، وبعد كده راحت عند المناطق اللي في الغرب. يعني أنت أول ما تصحى اعرف إن في ناس لسه رايحة تنام. خلاص كده؟ طيب نروح بقى لدوائر العرض. طيب دوائر العرض عندي، بص كده على الكرة الكبيرة دي، دايرة عرض اهي، جايه بالعرض اهو، مش جايه بالطول زي ما كنا بنتكلم الاول، لا دلوقتي هي جايه بالعرض. خلاص. طيب دوائر العرض عندي زي ما انت شايفها كده، هل الدايره اللي فوق دي قد الدايره دي؟ قد الدايره دي؟ مين فيهم اللي اكبر؟ هتلاقي الدايره دي اللي هي قصادها صفر، والدايره اللي فوق دي صغيره. خلاص كده؟ ده معنى كده استنتج ايه هنا؟ ان دوائر العرض هنا متساويه ولا غير متساويه؟ لا طبعا غير متساويه، دي مش قد دي مش قد دي. خلاص. اكبر واحده فيهم هي اللي في النص دي. خلاص. اللي في النص دي هي دي بقى دائره العرض الرئيسيه، بنسميها دائره الاستواء. خلاص كده؟ دائره العرض الرئيسيه دائره الاستواء. طيب تعالى الاول نعرف دوائر العرض. ما المقصود بدوائر العرض؟ يعني انت مين يا دوائر العرض؟ عرفيني بنفسك. هتقول لي انا دوائر افقيه، زي ما انت شايف اهو جايه بالعرض افقيه غير متساويه. طبعا ابص كده، دي مش قد دي، بترسم حول الكره الارضيه. خلاص كده؟ وهو قال لي انها دوائر عشان هي دايره كامله حوالين الكره الارضيه. طب هي ليها عدد يا مستر زي خطوط الطول كده ما كان ليها 360؟ ليها عدد، هي ليها 180 دائره عرض. خلاص. دائرة العرض الرئيسية عندي هي صفر، اللي هي دائرة الاستواء، درجتها صفر. خلاص. وبرضه نفس الكلام، صفر هبدأ أروح للاتجاه الشمالي، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة وهكذا. طب يا مستر ينفع أعد برضه زي ما عديت في الشمال أعد في الجنوب؟ طبعا، ما هي صفر، يبدأ يعني تنفع تعد في أنهي اتجاه؟ أي اتجاه، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا. خلاص. زي ما بنعمل فوق بنعمل تحت، بدليل بص كده، هتلاقي الدايرة اللي فوق دي مكتوب عندها 23.5 شمالا، والدايرة دي برضو درجة 23.5 لكن جنوبا. ده معناه ان زي ما انا عديت فوق عديت تحت. خلاص كده؟ طيب انا عندي دايرة العرض الرئيسية اللي هي دائرة الاستواء اللي هي صفر دي. خلاص كده؟ وفي عندي حاجة تانية اسمها مدار السرطان. ما طلعت فوق شوية كده مدار تاني أو دائرة عرض تانية اسمها مدار السرطان. مدار السرطان ده الدرجة بتاعته 23.5 في الاتجاه الشمالي للكرة الأرضية. ما هو هناخد بالنا دائرة الاستواء أصلا بتقسم الكرة الأرضية. هي بص كده، الكرة اللي قدامي ديت أنا جبت خط بالعرض كده، كده انا قسمتها فوق وتحت ولا يمين وشمال؟ لا قسمتها فوق وتحت. طب فوق وتحت ده كان اتجاه ايه وايه؟ اتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي. خلاص كده؟ طيب يبقى معنى كده ان مدار السرطان شمال الكرة الارضية. خلاص. اللي هو درجته 23.5. دائرة العرض اللي تحت دي اللي هي تحت دائرة الاستواء على طول انا بسميها مدار الجدي. ومدار الجدي ده برضه زي ما انا قلت 23.5، لكن في الاتجاه الجنوبي ولا الاتجاه الشمالي؟ لا في الاتجاه الجنوبي، زي ما عديت فوق بعد تحت. خلاص كده؟ بعد كده في عندي حاجة فوق خالص، انت عارف المناطق اللي فيها جليد وتلج اللي هي المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية، برضه راحوا جايين عاملين دايرة فوق هنا، دائرة عرض فوق عند القطبية الشمالية، فبقول عليها الدائرة القطبية الشمالية. وتحت خالص برضو الدائرة القطبية الجنوبية. طيب لو رحت عند الشمال هتلاقي هنا الدرجة بتاعتها 66.5 اللي هي الدائرة القطبية الشمالية. طب لو رحت عند الدائرة القطبية الجنوبية هلاقي الدرجة بتاعتها قد ايه؟
جدع 66.5 برضه، ما احنا قلنا زي ما انا بعد فوق هعد تحت. خلاص كده. طيب يبقى احنا نعرف دوائر العرض الرئيسية دي. خلاص. طيب يبقى انا عندي هنا دائرة الاستواء، هي دائرة عرض رئيسية اهي بتقسم الكرة الأرضية لشمال وجنوب. فوقها على طول مدار السرطان، تحتها على طول مدار الجدي. فوق خالص بالنسبة للكرة الأرضية المنطقة القطبية الشمالية أو الدائرة القطبية الشمالية، وتحت خالص الدائرة القطبية الجنوبية. خلاص كده. نميزها تاني، فوق خالص الدائرة القطبية الشمالية، تحت خالص الدائرة القطبية الجنوبية، في النص مدار الاستواء، فوق اللي في النص على طول دي دائرة مدار السرطان، تحت اللي في النص على طول مدار الايه الجدي. خلاص كده. طيب عايز اسالك سؤال، هقول لك صح ولا غلط كده، نشوف انت فهمت اللي انا قلته ولا لا. لما اجي اقول لك صح ولا غلط، تعتبر خطوط دوائر العرض هي دوائر متساويه؟ بالدايره اللي انت شايفها دي، هي دي كده دوائر متساويه؟ لا طبعا هي غير متساويه. فاقول له لا طبعا الاجابه ايه؟ غلط. طيب دوائر العرض اللي احنا قاعدين بقى عاملين نحكي عليها بقالنا شويه دي، دوائر العرض دي مهمه في إيه؟ هل بتفيدني زي ما خطوط الطول يعني بتفيدني؟ انا عرفت ان خطوط الطول مفيده جدا بالنسبه لي، وعرفت ليه انا لما اجي انزل اصلي الجمعه بلاقي الناس في السعوديه خلصت صلاه وانا لسه نازل اصلي، فانا كده استفدت قوي من خطوط الطول. هل دوائر العرض برضو بتديني نفس الاستفاده؟ اه بتفيدني كتير جدا. مش انا قلت من شويه ان دايره العرض الرئيسيه دي قسمت الكره الارضيه شمال وجنوب؟ صح كده. طب لو انا قلت لك انا مصر اهي، شايف الحته المتلونه اللي قدامك دي كده مصر، معنى كده ان مصر شمال ولا جنوب الكره الارضيه؟ طب انا هعرف منين يا مستر؟ ما هو خط دائره العرض الرئيسيه اهي قسمتها لي، الجزء اللي فوق ده كده شمال والجزء اللي فوق اللي تحت ده كده جنوب. طب احنا فين هنا؟ احنا في الشمال، يبقى هنا برضو استنتج ان مصر موجوده في الجزء الشمالي للكره الارضيه. لا ثانيه واحده يا مستر، انت لسه قايل لي من شويه ان مصر اصلا بتقع في الجزء الشرقي للكرة الأرضية. ماشي هي في الشرقي بس بالنسبة لخط جرينتش، عشان ده خط طول بيقسم الكرة الأرضية لشرق وغرب، وفي الاتجاه الشمالي. لكن بالنسبة هنا لدائرة الاستواء، لأن احنا لسه قايلين إن دائرة الاستواء بتقسم الكرة الأرضية لشمال وجنوب. طب ما تيجي كده نحلل اللي احنا قلناه ونستنتج معلومة. ايه المعلومة اللي احنا هنستنتجها؟ مش احنا قلت من شوية ان مصر بتقع في الجانب الشرقي للكرة الارضية ودلوقتي الشمالي؟ طب انا عندي شمال وعندي شرق، فاكر الاتجاهات الفرعية؟ ارجع كده بالذاكرة، عندي شمال وعندي شرق، يبقى الاتجاه الفرعي اللي هنا ايه؟ شمال شرق. طب تعالى كده نستنتج، هنستنتج ايه هنا؟ ان تقع مصر في الجزء او في الركن الشمالي الشرقي للكرة الارضية. حلو الاستنتاج ده. يبقى احنا كده استنتجنا من خلال خطوط الطول ودوائر العرض ان مصر بتقع في الركن او في الجزء الشمالي الشرقي للكرة الارضية. طيب ده كده اول حاجة انا عرفتها في دوائر العرض، انها بتعرفني على تحديد المواقع شمال وجنوب الكرة الارضية. بتعرفنا على حاجة تانية، بتعرفني على حاجة اسمها المناخ، المناطق المناخية. المناطق المناخية انت عرفت بقى السنة اللي فاتت ان المناخ انا بتعرف عليه من خلال الحرارة والرياح والامطار وخلافه. خلاص كده. طيب مش انت ساعات بتيجي في وقت تلاقي الشمس شديدة قوي؟ ده معنى كده ان الشمس متعامدة عليك، وده بيكون امتى؟ لما الشمس بتروح عند مدار السرطان. وبتيجي في وقت تلاقي ممكن اليوم يعدي الشمس فيه بتبقى ضعيفة وممكن ما تجيش وخلافه، وبتلاقي الجو برد قوي، طبعا ده بيكون في الشتاء، فبالتالي الشمس بتكون بعيدة عننا، بتكون هنا عند مدار اسمه مدار الجدي. خلاص. فلو انت الجو حار ودرجة حرارة مرتفعة، اعرف ان الشمس متعامدة عندنا هنا عند مدار السرطان، وده احنا كده يبقى في فصل الصيف. طب لو انت في الشتاء والجو برد وخلافه، خلاص يبقى الشمس سابتنا، او احنا الارض لفت، بقت الشمس متعامدة هنا عند مدار الجدي تحت. خلاص. طب والخريف والربيع يا مستر؟ لا دول بيكونوا على دائرة الاستواء، ودول مش مطلوبين منك. خلاص انا حبيت ان انا ازود في الحتة دي بس عشان تكون فاهم. خلاص. طيب يبقى تاني هاجي اقول لك بما تفسر اهميه دوائر العرض. هي دوائر العرض مهمه في ايه؟ تقول لي تحديد المواقع على سطح الارض شمالا وجنوبا، تساعد في دراسه المناخ من حيث الحراره والرياح والامطار. خلاص كده. طيب خطوط الطول دي يا مستر ودوائر العرض، هل لو انا جيت سافرت رحت السعوديه وطرت في الجو بالطياره، الطياره هتتلعبك في خطوط الطول ودوائر الارض دي؟ ممكن الطياره تخش في الشبكه ديت ما نعرفش نسافر، ما نعرفش نطير. لا انا عايز اقول لك ان خطوط الطول ودوائر العرض ديت هي خطوط وهميه اصلا. يعني ايه وهميه؟ يعني هي مش موجوده في الجو، مش موجوده في طبقات الغلاف الجوي اصلا. ده العلماء هم اللي استخدموها
في رسم الخرائط بتاعتهم عشان يسهلوا على نفسهم تحديد المواقع. فلما اجي اسالك واقول لك بما تفسر اهميه خطوط الطول ودوائر العرض، هي خطوط الطول ودوائر العرض مهمين في ايه؟ هما الاثنين بستخدمهم في تحديد الاماكن او المواقع بدقه على سطح الارض. خلاص كده، دي اهميتهم هما الاثنين لما يجوا لي مع بعض، غير لما يسالني عن دوائر العرض لوحدها اقول له الاثنين دول، ولو سالني عن خطوط الطول لوحدها اقول له بتعرفني على فروق التوقيت وتحديد المواقع شرق وغرب. لكن لو جاب لي الاثنين في سؤال واحد بما تفسر اهميه خطوط الطول ودوائر العرض مع بعض، اقول له تستخدم في تحديد المواقع او الاماكن بدقه على سطح الارض. خلاص كده. طيب هل في تشابه ما بينهم تاني؟ هما اتنين متشابهين في بعض حاجه تانية؟ احنا قلنا من شويه ان هما خطوط وهميه مش موجودين اصلا. فلما اقول لك اذكر وجه التشابه بين خطوط الطول ودوائر العرض، تقول كلاهما خطوط وهميه، دي حاجه. الحاجه التانية كلاهما يقوم بتحديد المواقع او الاماكن على سطح الارض بدقه. خلاص كده، دي كده اوجه التشابه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض. طب يا مستر اوجه الاختلاف ايه؟ الاختلاف هنا ان دائره العرض قسمت الكره الارضيه قدامك ايه؟ شمال وجنوب، وخطوط الطول بتقسمها لشرق وغرب. ادي كده الاختلاف بتاعنا. ولو قال لك اوجه الاختلاف اكتب تعريف دي واكتب تعريف دي. لو قال لك دوائر العرض يبقى دائره افقيه غير متساويه بترسم حول الكره الارضيه. خلاص كده. طيب تعالى بقى، احنا بنقول كل ده عشان نوصل للموقع الفلكي لمصر. خلاص. طيب ده الموقع الفلكي لمصر ما بين خطي طول كذا ودائرتي عرض كذا وكذا. خلاص. طيب في عندي المصريين القدماء، مش احنا بس، مش العلماء بتوع النهارده هم اللي استخدموا بس علم الفلك وعرفوا عن طريقه المواقع والاماكن، لا ده يعني زمان كمان، والمصريين القدماء والعلماء قديما هم اللي عرفوا الاماكن دي. طيب المصريين زمان استخدموا علم الفلك ده في ان هم يحددوا المواقع وتوقيت الزراعه. ازاي توقيت الزراعه؟ ما هي الزراعه ليها ميعاد للري وميعاد لبذر اللي هي البذور، خلاص، وميعاد للحصاد. فمن خلاله عملوا توقيت للزراعه. والحاجه التانية بدأوا ان هم ينظموا الاعياد الدينيه عندهم. خلاص، في اعياد عندهم بدأ ان هم ينظموها عن طريق علم الفلك. والحاجه الثالثه بنوا بيها الاهرامات. من خلال علم الفلك بنوا بيها الاهرامات. الهرم مش بس كان مشروع ضخم اتبنى في عهد المصريين القدماء، لا ده ليه قصه كبيره جدا. طيب السؤال هنا بيجي لي ازاي عشان ما نتوهش من بعض؟ لما اجي اقول لك دلل على صحه العباره برع المصريين القدماء في علم الفلك، او دلل على صحة العبارة استخدم المصريين القدماء علم الفلك في مجالات عديدة، هتقول لي ايه؟ يقول لي قاموا استخدامه بتحديد المواقع وتوقيت الزراعة وتنظيم الأعياد الدينية وبناء الأهرامات. خلاص كده. تعالوا نحل السؤالين دول. باجي يقول لي ما المقصود بدوائر العرض؟ لسه قايلينها من شوية، دوائر أفقية